حاجة في غاية الخطورة والأهمية، إنك أنت تلجأ إنك أنت تقدّم خصومات يعني discount من غير ما تخسر القيمة اللي أنت حطيتها لنفسك. ببساطة شديدة كتير منكم بيلجأ إن هو يقدّم خصومات رهيبة عشان ما يخسرش العميل اللي معاه، وده للأسف الشديد بيبان إنك أنت غير احترافي بالمرّة، وبيظهر للعميل إنك أنت بتقدّم جودة مش مناسبة. خلّيني أفهّمك حاجتين مهمين جدًا، ركّز معايا. الحاجة الأولى وهي في الخدمات طويلة الأمد، يعني أنت بتشتغل مع عميل لمدة سنة أو 2 أو 3 فبييجي يقول لك أنا هادّيك مهمات معيّنة بسعر $1800 بس أنا عايز منّك discount. هتعمله إزاي ببساطة؟ كل اللي أنت هتعمله هيكون الخصم ده على مدة محددة وبنسبة محددة، يعني هتقول له أنا هاعمل لك خصم لمدة 6 شهور بدل $1800 هيكون ب1500. دي أول حاجة. الحاجة التانية وهي بتكون ميزانية العميل محدودة، ودي اللي أنت بتدوّر عليها وبتكون خايف من التعامل مع العميل اللي من النوع ده. هنا بقى يا صديقي أنا عايزك ترفع مهارات التفاوض بتاعتك الnegotiation. أنا عايزك تتعلم الsales process، ده كنز، لو أنت فهمته ما فيش أي عميل هيخوّفك وهتتعامل معاه بذكاء وبهدوء وباحترافية. ولكن أنا عايزك بس قبل ما أشرح لك الكنز ده، ترجع للمحاضرة اللي فاتت تحسب الخدمة اللي أنت بتقدمها وليكن مثلًا تصميم، التصميم ده بتخلّصه في مثلًا وليكن 7 ساعات، سعره مثلًا 500 جنيه، وبعد كده ترجع تفهم الكنز اللي أنا عايز أشرحه لك. ركّز بقى، الكنز ده مثلث اسمه مثلث إدارة المشاريع. ده بنتعامل بيه اسمه البروجكت مانجمنت تراينجل. ده ليه 3 محاور: السكوب المهمات اللي العميل بيديها لك، تاني حاجه وهي التايم الوقت اللي هو العميل حاطه لك، تالت حاجه وهو البادجت السعر اللي هو العميل حاطه لك قد ايه. ببساطه شديده انت الوحيد اللي بتتحكم في المثلث ده مش العميل. هتيجي انت بقى تقول لي طب ما تدينا كده مثال صغنون يفهمنا الكنز الجميل اللي انت عمال تحكي فيه ده. اقول لك حاضر. بُص يا صديقي، عميل ذكي دخل عليك قال لك الscope بتاعك 10 تصميمات، الtime اللي هو الوقت 10 أيام، البادجت السعر اللي أنا حاططها لك 2500، وأنت طبعًا حاسب إن سعر التصميم في 7 ساعات ب500 جنيه، هو طالب منك 10، ف500 في 10 ب5000 جنيه. العميل ده إيه؟ ناصح، نزّل سعرك النُص. أنا يهمني هنا في مثلث إدارة المشاريع هتثبّت 2 وتلعب في التالت. جه قال لك والله أنا السعر ده أنا ما أقدرش أرفع عنّه جنيه، والوقت بالنسبة لي مهم جدًا، فكده أنت هيتبقى لك إيه، السكوب المهمات. السعر اللي هو حاطّه ده لا يتوافق إلا مع 5 تصميمات، فتقول له حضرتك السعر اللي حضرتك حاطّه ده يتوافق مع 5 تصميمات بس. جيت بقى راح جه قال لك حاجة تانية خالص، جه قال لك أنا عايز 10 تصميمات هم ال10 والسعر بتاعي ما أقدرش أنزل فيه جنيه، وراح جه قال لك أنا بالنسبة لي الوقت برضك أنا يعني مهم. هتقول له لأ، هنا حضرتك أنت عايز 10 تصميمات وعايز السعر اللي حضرتك طالبه، فالسعر ده بدل ما هو هيبقى 10 أيام هيبقى شهر. الفكرة كلّها إنّك هتقدر توفّر لنفسك وقت تشتغل مع حد تاني عشان ما تخسرش وقت، وفي نفس الوقت ما تبقاش خسرت العميل بتاعك. هتيجي بقى مع عميل تاني ناصح وذكي، هيقول لك أنا عايز أثبّت المهمات وفي خلال 10 أيام، هتقول له لأ حضرتك التسعير ده مش هيبقى 2500، هيبقى 5000 جنيه. خلّي بالك أنا عايزك تبقى ذكي. في عميل أنت ممكن تشتغل معاه وليكن على 2500، وتيجي بعد كده تكتشف إن العميل ده قدرته المالية إن هو كان هيدفع لك 5000 أو 6000، بس العيب كان فيك أنت، أنت اللي ما عندكش مهارات التفاوض. أنا كده بسّطت لك المثلث الجميل البسيط ده اللي أنا بإذن الله عارف ومتأكد إن هو هيسهّل عليك كتير جدًا. أنت هتواجه عُملا كتير هتيجي تقول لك البادجت أو الميزانية بتاعتي محدودة جدًا. الإجابة بتاعتك بتكون بذكاء شديد جدًا. هتقول له حضرتك طبعًا شرّفتني ونوّرتني وده مكانك في الأول وفي الآخر، لكن حضرتك جيت لي عشان إن أنا ميزانيتي قليلة والّا حضرتك جيت لي عشان إن أنا باقدّم شغل جودته عالية وحاجة تليق بيك؟ هيقول لك لأ، أنا بادوّر على الجودة. قُل له طيب طالما حضرتك بتدوّر على جودة يبقى في مجهود وفي تعب، والمجهود والتعب ده ليه تَمَن. ببساطة شديدة أنا بسّطت لك الدنيا بأبسط مما تتخيل. عشان إنّك أنت تعرف تحافظ على قيمتك، لازم تعرف إزاي تتفاوض مع العملاء بتوعك. خلّي بالك التسعير فَن مش مجرّد أرقام. أتمنى ال4 فيديوهات اللي أنا شرحتهم لكم دول يسهّلوا على أي حد بيشتغل عمل حُر. لو أنتم عايزينّي أتعمّق في الأمور المالية وأخُش في الميزانية وقائمة الدخل التحليل المالي، أنا ما عنديش مشكلة، اكتبوا لي في التعليقات وإن شاء الله هاعمل لكم حاجات بسيطة وجميلة تفهموها بسلاسة شديدة. أشوفكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.